السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم من أيام منتخبنا المصري والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. طبعا كلنا فاكرين وكلنا عارفين إن المنتخبات كلها اللي في المجموعة بتاعتنا معاهم 3 بونت، وطبعا أكيد من ضمنهم منتخبنا اللي قدر إنه يفوز على غينيا هنا في مصر وراح لأثيوبيا، وما أدراك ما ماتش أثيوبيا يعني، والفضيحة اللي حصلت لنا هناك يعني. والحاج تشيملس بيكلي الله يبارك له حتى لما جاب فينا جون. النهارده مصر بتلاعب ملاوي ومتقدمة حتى الآن 2-0، وأحرز الأهداف نجمنا محمد صلاح. جون جميل جدا برؤية جميلة جدا، حط الكرة لمحمد حمدي، ولو احنا مركزين او كنا مركزين في الماتش الجمله دي اتكررت واتعملت قبل الجون بثواني. يعني الهجمه اللي قبلها كان برضو حمدي مخترق، ومحمد صلاح عنده الفيجن وعنده الرؤيه اللي تخليه يطلع محمد حمدي، وبالفعل طلع محمد حمدي ولعبها له بالعرض لتحت عشان محمد صلاح يلاقي الجون قدامه مفتوح ويحط ببطن رجله في الجون على طول. الجون الثاني طبعا جون كوميدي جدا، كرة بتعدي من محمد صلاح بيحطها لمرموش اللي بيسدد تخبط في المدافع، والجول بدل ما يطلعها بره يدخلها في نفسه. رؤية اللقاء ورؤية المباراة ان منتخب ملاوي على قده خالص، عندك منتخب ضعيف جدا، منتخب بلا هوية، منتخب دفاعه وحارس مرماه من اضعف ما يمكن. كنت تقدر النهارده ان انت تعمل حفله على المنافس وتعمل لنا كده سهره رمضانيه. وبالمناسبه كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، وربنا يجعلنا ويجعلكم من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. يعني كان ممكن نعمل ليله وسهره، ولكن المباراه لحد الان نتيجتها 2-0 بس. في مكاسب في مكاسب. اول مكسب فيهم انا شايف محمد هاني في الناحيه اليمين كان في تناغم كبير جدا بينه وبين محمد صلاح وبين احمد مصطفى زيزو، عاملين جبهه كويسه جدا. المكسب الثاني ممكن عبد القادر اللي بيلعب اول مباراه دوليه ليه، مروان عطيه نفس الكلام. محمود حماده انا يعني محتاج ان هو يشد شويه في الملعب لان مكانه في خطر بالنسبه لامام عاشور اللي متالق في الفتره الاخيره مع نادي ميتلاند، ويقدر انه يلعب مكانه. مفيش بس برضو العتاب على منتخب مصر اهدار الفرص السهله. مصطفى محمد يمكن جاله كذا كوره، واخرهم الكوره اللي حطها في العارضه اللي كمل عليها محمد صلاح ولكن ما قدرش انه يجيبها. كام عرضيه بتتلعب بنلاقي مصطفى محمد يعني خلاص قريب من الكوره ويجيبها بدماغه ما يقدرش يجيبها. اهدرنا فرص سهله كتير، والانذارات اللي بلا داعي. يعني طارق حامد خد انذار، احمد حجازي خد انذار. الانذارات دي خلي بالك هتاثر معانا وهتاثر علينا في الماتشات اللي جايه. ولكن يعني روي فيتوريا قدر انه يلعب المباراه على قدها. لعبنا اللقاء على قده، خدنا اللي احنا عايزينه، واهم حاجه هو ال3 نقط. الماتش يعني هو ما يلزش، ولكن برضو خلاص يعني انت خدت 3 بونت، قدرت ان انت تضيف لعيبه جديده. كهربا برضو رجع وخد شويه، حمدي فتحي خد شويه. في عندك في المكان بديل و2 و3، يعني بدل طارق حامد تقدر تلعب بحمدي فتحي وما يبقاش عندك مشكله خالص. عمر مرموش عندك ليه بديل. عندك مخزون من اللاعبين، تحس ان بقى ليك شكل وبقى ليك وضع. يعني امام عاشور يلعب ما فيش مشكله، محمود حماده يلعب ما فيش مشكله، الونشي يلعب ما فيش مشكله، حجازي يلعب ما فيش مشكله، عبد المنعم يلعب ما فيش مشكله، هاني موجود ما فيش يعني عندك لعيبه. محمد حمدي عامل اداء كويس وعامل اسيست، وفتوح برضو يقدر يؤدي نفس المهام ما فيش مشاكل. يعني عندك مخزون من اللاعبين، ولكن برضو في نفس الوقت انت في قدامك مباراة مهمة جدا، وهي مباراة العودة امام ملاوي يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. ولكن المشكلة في المباراة مش في انها في ارض ملاوي خالص، ولكن هي هتتلعب الساعة 3 في الصيام كمان. يعني هتبقى محتاج مخزون بدني كويس جدا قبلها، هتبقى محتاج اللعيبة تكون في قمة تركيزها وتخلص المباراة من بدري. وبكده بيصفر الحكم ويعلن انتهاء المباراة بفوز المنتخب المصري وحصوله على 3 نقاط جديدة يضيفها الرصيد عشان يبقى رصيده 6 نقاط حتى الآن في
صداره المجموعه في انتظار نتيجه مباراه غينيا واثيوبيا اللي شغاله حاليا، وهنوافيكم ان شاء الله بنتيجتها بعد ما تخلص، وهننزل لكم الجدول بعد انتهاء مباريات المجموعه كلها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت الفيديو لو عجبك تعمل لايك وفولو للصفحه لو بتتابعني على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو. سلام.